قال لك اسيدي حنا في العهد ديالنا سيدنا الله ينصرو، ماشي عبد الاله بن كيران، سيدنا الله ينصرو هو اللي دار لكم الرامد. كان الرامد في ازيله، وهو اللي قرر باش يوسعوا ويديروا في المغرب كامل. وبداو 18 مليون ديال المغاربه كيمشيو للبرلمان، كيمشيو للمستشفيات وكيتعالجوا بلا فلوس، عندهم لاكارت ديال الرامد كيتعالجوا. انتهى الكلام. جا هذا قالوا هذا الرامد غنحيدوه. مزيان، اش غديروا بلاصتو؟ غنديروا بلاصتو لامو، ياك السيد؟ هادشي اللي كاين، لامو التضامن. مزيان، هاد التضامن غندخلوا له الناس اللي ما عندهمش، اللي عندهم المؤشر الاجتماعي اللي كيسمح لهم يدخلوا. دخلوا رسميا 10 المليون اللي يمكن لهم يتعالجوا في المستشفى ديال الدوله او الخاص بهذاك الامور التضامن. 8 المليون فين مشات؟ قال لك لا، ما كايناش 18 المليون. لو كانت هاد 8 المليون ضاعت كون راهي خرجت للشارع. وشويه قال لك لا، عندكم الحق، هاد 8 المليون ما يمكنناش ندخلوها كلها مره واحده. من الاول خرج قول للناس سمحوا لي ما نقدرش، ولكن ماشي هكذا اللي كان خصو يقول. كان خاصو الناس ديال الرامد ما يدير لهمش المؤشر الاجتماعي. صافي هذوك دازوا دوزاتهم الداخليه في اللجنه قداش هي كان هادشي ولا ما كاينش السي عبد الله؟ دخلاتهم هذوك. شوف انا قلت له واحد الكلمه بالفرنسيه وتقلق بقى فيه الحال. نهار اللي تلاقينا في الحفله ديال مولاي الحسن الله يرحمه، ديال الحسن الثاني، في الذكرى ديالو جا لعندي كيجري وقال لي حشومه عليكم. مشى علاش؟ لانه قلت له الفرنساويين كيقولوا دوني سي دوني، الا عطيتي راك عطيتي، الا عاود خديتي داك الشيء اللي عطيتي راك سرقتي. دوني سي دوني، غوبروندر سي فولي. هذه علمتها لي واحد الحفيظه ديالي انا ما كنتش عارفها، الله يشهد ما كنت عارف. هذيك الحفيظه عندها شي 6 سنين ولا 7 سنين، وقع لها شي مشكل مع امها ولا ما عرفت شكون، عطاها شي حاجه وعاد خدالها. قالت له قالوا لنا في المدرسه دوني سي دوني، روبروندر سي فولي. قلت له وتصنتوا بعدا نكمل لكم القصه. قالت له السيد رئيس الحكومه انت شفار، مسيو لو شيف دي غوفرنمون فوز ايت ان فولور. ايوا وإلا ما عجبتوش هذه الكلمه يمشي يدعيني في المحكمه. انا مستعد نمشي للمحكمه انا وياه، وديك الساعات غتكون الحمله الانتخابيه تسالت في ذاك المحكمه، حيت الشعب غادي يكون عرف شكون اللي مشى تيدافع على المصالح ديالو. 8 ديال الملايين عباد الله. جينا حنا، واخا سمحوا لي هاد الناس اللي كيسمعوا هذا الكلام غادي يقول لك السي عبد الله شي سبق لنا سمعناه، ولكن كنشوف الظلم، وكنشوف حزب العداله والتنميه جالسين كيعاديوا فيه ويهاجموا فيه وينهشوا فيه ويعضوا فيه، خايفين. شافوا رجع وركب على العود، ماشي ذاك العود علاش كان كيركب الشباطيط مدخل بها على عباد الله. هذاك الشباط هذاك فهمتيني ولا لا؟ صافي دابا هذاك مشى ما نعاودوش نهضروا عليه، فهمتيني ولا لا؟ والمصير ديال كلشي الناس اللي تيحاربونا بالظلم هو هذا. انا كنقولها لهم من دابا، تيقوني راه شتي ما حد يعيش واخا نموت هذا الكلام ديالي غيتبعكم وانا حي وغيتبعكم وانا ميت، غير اطمئنوا. حنا شفنا واحد المراه مسكينه كتبكي في التلفزيون، قالت لك راجلي كزار تيبيع في الاسواق، وقعت له حادثه في واحد الطاكسي مات. عندي 4 ديال الدراري الا باقي كنعقل ولا 3، وما عنديش اللي يخدم ليا عليهم. جيت انا تاثرت بداك الشيء وتكلمت مع الحكومه وبقينا كنتجاراو باش هاد العيالات اللي ما عندهمش تغطيه اجتماعيه، اللي راجلها خدام وملي كيموت الراجل كيخليو لها واحد النصيب، هذيك ما هضرتش معاها. ولكن اللي ما خلى لها والو كتصبح مسكينه من النهار الاول. كيموت الراجل تيقول المغاربه بناني الا راح، كيموت الراجل لغدا كتصبح المراه ما عندها ما تنفق.
والعائله كيوقفوا معاه واحد شويه وتيعيا وتيخليوها وتيمشيو بحالها. كتخرج تخدم، فين غتخدم؟ في الديور. شكون اللي غيقابل الدراري؟ واحد النهار واحد السيد قال لي السي عبد الاله شوف واحد السيده عافاك شكون اللي قابل هاد الدراري تخرج تخدم على وليداتها، حنا لقينا لها الخدمه ب 40,000 ريال. قلت له السي فلان هذيك 40,000 ريال عطيوها لديك المراه وهي تقابل ولادها، لان ملي غتخرج هذيك المراه تخدم شكون اللي غيقابل الاولاد؟ اش غيوقع لهم في ذاك الوقت اللي غادي تخرج؟ السياسي خصو يكون تيشعر بالمواطن ويكون تيشعر بالانسان الضعيف. هذا هو السياسي الحقيقي اللي بغاو المغاربه واللي بغاتو البشريه جمعاء. اما السياسي اللي بغى الصفقات ويدي الملايير ديال الدراهم ويربح بها الشركات ديالو بالقانون بغير قانون، هذا فين غيعقل عليك انت ولا انت ولا شكون تكونوا كاع في هذه الكره الارضيه؟ ما يعقلش عليك. السياسي ماشي تيخصو يكون مثقف ولا يكون لاباس عليه ولا يكون، خاصو يكون عنده الاحساس. بحال اللي وقع، واش حنا ملي كنا كنقراو كنتيو كتلعبوا علينا؟ راه سيدنا عمر كلكم عارفين القصه ديالو مع ديك الارمله اللي مشى لقاها كطيب لولادها الحجر باش يديهم النعاس ويباتوا بالجوع، ومشى جاب لها الدقيق وجاب لها الزيت وجاب لها داك الشيء اللي خاصها وقال لها كتبي لي ورقه باللي جبت لك حقك. وشد هذيك الورقه وقال لولادو ملي غيموت قال لهم هذه ديروها معايا في اللحم ديالي بيني وبين الكفن. هذا هو الاسلام علاش تنهضروا، وهذه هي السياسه علاش تنهضروا، وهذا الشيء اللي خاصنا في هذه البلاد. النهار اللي غيكونوا عندنا الناس بحال هكذا حنا نخدموهم، حنا مستعدين ان نخدموهم، لانه هادو هما لانه الانسان الفقير ملي يلقى اللي يحتاج به كيشعر بالانتماء، كيشعر باللي البلاد ديالو، تيبدا يبغي بلادو، تيبدا يبغي المؤسسات ديالو، تيبدا يبغي النظام ديالو، تيبذل مجهوده، ماشي كيدوز قدام البلاصه ديال الزبل وتيهرسها ويلوحها. واخا هذه القضيه ديال الدراري كيهرسوا الممتلكات العامه هي غير مشروعه ما خصهاش تكون. هذا هو اللي كاين. فاحنا قلنا هذه المراه هذه نعطيوها شي حاجه بشق الانفس، باش خلوني ندير الارامل 7,000 ريال الا كان عند الدري عندها ولد واحد، و14 الا كانوا عندها جوج، و21 الا كاين عندها ثلاثه. كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ والحق ديال الله من باب ارجاع الفضل لاهله اللي حسن بيني وبينهم وخلاني ندير هذا الشيء هو سيدنا نصره الله. غير جاو هذيك غيديروا لها حيدوا عبد الاله بن كيران ما بقاش رئيس الحكومه، بغاو يحيدوا الذكر ديالو، بغاو يحيدوا. طيب ايوا وهذيك غدير لها؟ قالوا غادي نعموا التغطيه الاجتماعيه. عمم سيدي التغطيه الاجتماعيه ما حبسك حد. قالوا غادي نديروا 10,000 ريال. طيب بغيتي دير 10,000 ريال الله يجعل البركه الله يخلف، ولكن هذوك الارامل اللي كانوا كيقبطوا 21 و14 علاش غتحيدها لهم؟ قال لك اش كاين ما كاين؟ قال لك شحال هذه الارمله اللي عندها ولد واحد كانت كتاخذ 7,000 دابا كتاخذ 10,000، ومولات 14 ما نهضروش عليها، ومولات 21 ما نهضروش عليها. واش فهمتيوا الخنطاقيرات شنو هما ولا؟ اللي ما فهمش هذا الشيء الاخرين يفهموه. اللي يفهم هذاك اللي ما فهمش. هذه التفليه وهذا الضحك على العباد وهذه مشكلتهم. شوف هادو عندهم ان كومبلكس، خاصهم يمشيو يشوفوا شي طبيب يعالجهم من عقده عبد الاله بن كيران. ايوا دابا طيب تقول لي سي عبد الله هادشي دابا داز، يلاه داز سيدي، وشنو درنا دابا؟ علاش غنهضر معاكم؟ منين قال لك فين ما ضربتي القرع يسيل دمو.